انتهى يوم عرفة، الحج سهل، بس هذا هو. انتهى يوم عرفة، المغرب ننفر. هناك القرآن ذكر هذه القضية، انه ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. لاحظوا شو القرآن بيقول، افيضوا من حيث افاض الناس، بعدين شو قال؟ واستغفروا الله. طب يا ربي كل اللي عملته انا طول النهار وانا ادعو، طول النهار وانا البي وقبلها لبيك اللهم لبيك، وطفت وسعيت ويوم عرفه قال واستغفروا الله. احنا مقصرين، يا رب اغفر لنا، يا رب سامحنا، يا رب سامحنا. مو يعني انه انا عملت عبادي انه خلص انا جبت الزيد من زيله، لا، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي. أفيض. هناك فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. كانت من عادة العرب أنهم عند النفرة من عرفة كل واحد يتفاخر بمجده بآبائه. الله بيقول امسحوا ديليت هذا الأمر، فقط رب العالمين، اذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هناك نذهب إلى ما يسمى بالمزدلفة. بعد المزدلفة، هل هي شعيرة من شعائر الحج؟ اختلف الفقهاء، انما كانت ممر كان النبي صلى الله عليه وسلم. اذا نزلنا هناك في مجال ننزل، ما في بأس، ما في مجال بالعادة في ايام هاي فيش مجال اخوانا، مع اكوام الحديد البساط صعب، الا اذا كان واحد مضطر. انا اتكلم عن واقع، اتكلم عن خبرة. هناك مئات بل آلاف الباصات والناس بالملايين، فقد يكون صعب ان ننزل في مزدلفه. طريق مزدلفه طريق، اخذت حجار معايا وما اخذتش مش مشكله. من مزدلفه بروح على منى. منى هناك المكان اللي نكمل فيه مراسم الحج.